تخيل كده إن في مشروع تقدر تبدأه النهاردة من موبايلك أو لابتوبك وإنت قاعد في بيتك، من غير ما تنزل الشارع ومن غير رأس مال ومن غير ما تظهر بوشك نهائي. مشروع مش محتاج شهادة ولا واسطة ولا خبرة سنين. كل اللي محتاجه إنك تعرف تكتب كتابة عادية زي ما بتكتب بوست أو رسالة. الفيديو ده ممكن يغير تفكيرك عن الشغل أونلاين، لأني هكلمك بالتفصيل عن مشروع كتابة المقالات من البيت. يعني إيه؟ تبدأ إزاي؟ تشتغل فين؟ وتكسب كام؟ وإزاي تخلي المشروع ده مصدر دخل ثابت مش مجرد تجربة؟ يعني إيه كتابة مقالات؟ كتابة المقالات ببساطة شديدة هي إنك تكتب محتوى مكتوب لمواقع أو أشخاص محتاجين كلام يتنشر على الإنترنت. المقالات دي بتكون لمواقع إخبارية، مدونات، شركات، متاجر إلكترونية، أو ناس عندها مواقع شخصية. المقال ممكن يكون عن الصحة، التكنولوجيا، التعليم، السفر، المشاريع، أو أي مجال تقريبا. مش مطلوب منك تبقى دكتور ولا مهندس. المطلوب إنك تبحث، تجمع معلومات، تكتبها بأسلوب بسيط ومفهوم. هل المشروع ده مناسب ليك؟ خلينا نكون صراحة. لو أنت بتعرف تكتب عربي كويس أو حتى متوسط وعاوز تطور، بتعرف تستخدم جوجل، عندك صبر شوية، يبقى المشروع ده مناسب جدا ليك. مش شرط تكون كاتب محترف. كل الكتاب الكبار بدأوا من الصفر. الأدوات اللي محتاجها: الأدوات بسيطة جدا: موبايل أو لابتوب، إنترنت، برنامج كتابة زي وورد أو جوجل دوكس. بس كده، مفيش برامج مدفوعة ولا اشتراكات ولا أي مصاريف. تشتغل فين؟ أماكن العمل في منصات عربية ممتازة، خمسات، مستقل، كفيل، بحر. تعمل إيه؟ تعمل حساب، تكتب خدمة اسمها كتابة مقالات احترافية، تحط وصف بسيط وسعر في الأول يكون مناسب. ولو بتعرف إنجليزي أبورك، فريلانسر، والأرباح هناك أعلى. تكتب إزاي مقال كويس؟ المقال الناجح بيبقى عنوان واضح وجذاب، مقدمة تشد القارئ، تقسيم لفقرات، لغة سهلة، معلومات صحيحة. مش مطلوب فلسفة ولا كلام معقد، المهم إن القارئ يفهم. الأرباح كام؟ خلينا نتكلم أرقام حقيقية. المقال العربي من 50 ل 200 جنيه. المقال الإنجليزي من 5 ل 20 دولار. لو كتبت مقالنا في اليوم لمدة 25 يوم، يبقى دخل شهري محترم جدا، خصوصا لمشروع من البيت ومن غير مجهود بدني. إزاي تبدأ من الصفر؟ اختار مجال تحبه، اكتب مقال تجريبي، اعمل حساب على منصة، حط سعر بسيط في الأول، سلم شغل كويس، خد تقييم، ارفع السعر. الموضوع ده تراكمي، كل ما تشتغل أكتر تكسب أكتر. أخطاء لازم تبعد عنها: النسخ واللصق، التأخير في التسليم، تجاهل تعليمات العميل، التسعير الغلط. خليك محترم في شغلك والفلوس هتيجي لوحدها. ليه المشروع ده مميز؟ من البيت، بدون رأس مال، بدون ظهور، تقدر تطوره، تقدر تكبر فيه، وممكن مع الوقت تبقى كاتب متخصص أو تعمل فريق أو تشتغل مع شركات. الخاتمة: مشروع كتابة المقالات مش وهم ولا نصب ولا كلام يوتيوب، ده شغل حقيقي ناس بتكسب منه يوميا. لو حابب تبدأ، ابدأ النهاردة مش بكرة. ولو الفيديو عجبك، متنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم أحمد من قناة مشاريع صغيرة من البيت.